السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة ريناد. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم صحه جيده وعافيه. وقبل ما نبدا نقول لكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. كراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبعافيه وبصحه. يلا نبداو على بركه الله. وصفتنا اليوم تحليه بذوقين، ذوق الشوكولا وذوق البوينو، جد رائعه، كريميه خفيفه ولذيذه بزاف بزاف. قد ما نشكر لكم لازم تجربوها، ونتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق. يلا نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. يلا، انا عندي 2 كؤوس من الحليب، ملعقه صغيره فانيليا، ملعقتين سكر بطبيعه الحال، عندي ملعقتين نشاء اللي هي مايزينا، ونمزجهم مليح مليح مع الحليب ونوضعهم فوق النار. هنا بعد ما نشعل ونهليهم حتى اللي يغليو فوق النار. هاي دي تقالت علينا تاعنا الكريمه ودير فقاعات. هنا وريت لكم حتى دير فقاعات باش عاد نطفوا عليها ونروحوا نزيدوا لها الاضافات الباقيه. هنا بعد ما نزحتها من النار نضيف ملعقه صغيره زبده، وهنا نضيف ملعقتين من الشوكولاته الطلاء بالذوق البوينو، ملعقتين كبار مملوئين مليح، ونمزجوها مليح مليح هاد الشوكولاته الطلاء في الكريمه تاعنا حتى اللي تاخذ لون او اللون والذوق البوينو. ونملا لي فيغين تاوعي راكم تلاحظوا راني دايرتهم في بول، في لي بول كل اللي باش يديروا داك الشكل تاع شكل مائل. هيا ضفتهم هكذا في لي بول ونملا لي فيغين تاوعي. والصوره غنيه عن التعريف، واللي ما الا عجبكم محتوايا، عفوا اللي ما عجبكمش، الا عجبكم محتوايا ما عليكم لايك اشتراك وتفعلوا الجرس باش كل فيديو جديد يلحقكم. وسامحوني يعني طولت عليكم. هنا نكمل لي فيغين تاوعي، وراكم تلاحظوا قلت لكم ديرهم على شكل مائل ونضعهم في الثلاجه. بعد ما نخلصهم وننظفهم نديرهم في الثلاجه يبردوا، ونروحوا للكريمات الثانيه نحضروها بالذوق الشوكولا. هنا عندي 2.5 كأس حليب، عندي ملعقتين سكر، وهنايا عندي الشوكولا. الا عندكم الشوكولا مره ضيفوا 4 ملاعق سكر. هنا عندي ملعقتين نشاء وملعقتين كاكاو، نمزجهم كامل مليح مليح. من الأحسن ديروا 4 ملاعق سكر، نعرفوا الشوكولا الكاكاو يكون مر. هنايا بعد واحد وضعتهم على النار متوسطة، ونخليهم ونبقى نحرك بدون انقطاع عن التحريك حتى تتفاعل داك القوام تاعها وتتقلي الكريمه تاعي وتدير فقاعات كما راكم تلاحظوا. ونحرك بلا ما نحبس عن التحريك. وكي دير فقاعات راكم تلاحظوا في الصوره ننزعها، نطفي النار وننزعها ونروح نضيف لها الشوكولا. هنا عندي الشوكولا النوعيه جيده تاع الشوكولا، ونعرفوا الشوكولا تعطي الذوق تاعها والحلاوه. اللي يحب الكريمه حلوه حلوه، انا قلت لكم شحال من مره ما نحبش الحلاوات بزاف عليها. نضيف هنايا عندي طابليطه تاع شوكولا ضفتها بعد ما دابت لي مع الكريمه تاعي. نملا لي فيغين تاعي بعد ما بردوا، شوفوا راكم تلاحظوا راهم باردين. هنايا نملا لي فيغين تاعي تاع الشوكولا وننظفهم ونوضعهم في الثلاجه مده ساعه ونصف، بالكثير ساعه ونصف ساعتين، يبردوا مليح مليح. ونمشوا نحطوهم في الطبق التقديم بعد ما يبردوا ونزينوهم. يلا هنا نضعهم في الثلاجه ونرجع لكم. هنا بعد ما ضفتهم وبردوا زينتهم. انا حسبت روحي زينتهم وكنت نصور، والمقطع ما صورتوش تاع التزيين. هنا غير شوكولا بشوكولا بيضاء وشوكولا بنيه على الشكل تاع الذوق تاع البوينو
الشوكولا. هنا شوفوا القوام تاعها الكريمي، جات جد رائعه، نتمنى تجربوه. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه حبيبتي، سلام.